هنيجي نوقف على الكود ده من هنا كده نقطة حمراء اللي هو اسمها ثانية واحدة معايا. تمام، وهنيجي نمشي بقى سطر سطر من عند F10 سطر سطر. هنيجي نرن الأول، نرن المشروع ونبدأ نمشي معاه سطر سطر. هو بيبدأ يعرض لك جوه كل حاجة انت ماشية معاه خطوة بخطوة. تمام، احنا هنا ماشيين كده تمام. هنقول اليوزر نيم كده، الباسورد برضو 4 وحيد، الايدج مثلا 35، الرول بتاعتها مثلا نقول 1، الاكونت 1. تمام، هو بقى دخل يقارن هنا اهو. دلوقتي احنا عدينا الحته اللي فوق دي كلها، قفل ودخل يقارن، عمل سهم اصفر اهو. احنا دخل يقارن يشوف ايه، يشوف احنا واقفين هنا. فاحنا ماشيين هنا واحده واحده. علشان نمشي هنا واحده واحده، عشان ننزل سطر F11 اهو، هننزل سطر. تمام، هو F11 هنا لو انا دوست تقريبا F11 الشير هيقف يعني اه واي فاي قفل. فخلينا نجربها من هنا. معايا ولا لا؟ انا الشير وقف مره واحده وبعد كده اشتغل تاني. تمام، مش F11 عشان F11 بتعمل وضع الطيران هنا. فهنخلينا نشتغل من هنا. فهننزل سطر سطر. احنا نزلنا، هو عمل مقارنه الاف ايدج اصغر اكبر من 18، لقاها لا غير كده، فدخل على اللي واحد على تاني على تاني جزء هنا. دخل على تاني جزء. انت بتمشي مع الكود سطر سطر بحيث انك توصلي للنقطة المطلوبة. فين المشكلة بقى؟ يعني هي فين الحاجة اللي بترجع لي النتيجة الغلط؟ انت بتمشي معاها وبتبدأي ترجع هنا. هنا انا قايل له الايدج بيساوي كام؟ بيساوي 35، والرول بيساوي كام؟ بيساوي 1. هو كل حاجة بتبقى واضحة لك سطر سطر. نيجي ننزل خطوة كمان. لا يعني انت بدل ما بترن الكود وهو بيشتغل مع نفسه في الخلفية، لا انت بتتابعي سطر سطر. تمام، واصلة كده يا باشمهندسين ولا ايه؟ تمام. وصلت هندسة؟ تمام. هنبدأ بقى نمشي سطر سطر. أي مشكلة هتقابلنا مش مشكلة في الكود اللي هو الكود فيه حاجة غلط أو ايرور أحمر طالع، لا، مشكلة في اللوجيك نفسه. في حاجة واحنا بنكتبها، وده وارد جدا اللي هو يحصل في الكود نفسه. الحتة دي هتوضح وهتبقى مفهومة أكتر، وهتحسوا بأهميتها لما تمسكوا مشاريع كبيرة وأكبر من كده إن شاء الله. تمام، بنمشي سطر سطر وبنشوف بقى لو في أي مشكلة في اللوجيك، بنبدأ نتابعها من هنا واحدة واحدة. هتوضح أكبر في المشاريع الكبيرة. فكفاية على كده، هنبريك 5 دقايق بالظبط وبعد كده نرجع تاني. ماشي؟